يلا يا ماما عشان تاكلي، انا حضرت الاكل وحطيته. يلا. طول عمر اكلك له شنه ورنه يا بنتي يا هنا. بالهنا والشفا يا حبيبتي. امال فين ندى؟ ايه الحلاوه دي؟ مش عارفه كانت بتقول هتجيب حاجه من يا المطبخ. ندى يلا عشان الاكل اتحط. اقعدي يا ماما اقعدي. صلاه النبي يلا. صلاه النبي. كنت بجيب عمو بس وجايه. ايه ده؟ يا مش ناكل. هو انت ايه اللي جاب جبتي ده هنا؟ ليه؟ في ايه يا جماعه؟ انت جايباه ليه؟ يجي ياكل معانا ليه يعني؟ مش فاهمه. ايوه هياكل معانا عشان حطينا الاكل يعني هو. احنا هناكل وهو هبقى ادخله اكله بعدين. هو في إيه؟ انت جايبه الاكل جايباه معانا ليه؟ وايه هنا في ايه حماكي يعني زي باباكي؟ المفروض نقعد ناكل كلنا سوا. لا مش المفروض. انت عارفه ان انا بتقرف منه. انا هبقى ادخله اكله جوه. انا مش فاهمه انت جايباه ليه. هو حد قال لك تجيبيه؟ بعد اذنك يا ندى دخليه يلا عشان تاكلي. طيب اقعدي يا حتى ماما. انا هاكله. انا هاكله. لا يا بنت ادخلي بقى اكليه جوه بقى مع نفسكم في الاوضه. اهدي يا هنا بس يا حنين. انا مش فاهمه ايه ده. هقعد يا حبيبتي. لا حول ولا في قوه ايه يا ماما يعني هنسيبه كده جعان؟ لا اسيبه ده ايه؟ ما تقلقيش، ده في ايد امين. اقعدي يا حنين. انت عايز تاكل؟ متاكد؟ خليك هنا. يا ماما طب استني هتسيبني استني ايه؟ استني لا يكون جعان فعلا. استني. عايز تاكل؟ خد. طيب ايه اللي انتوا جميل بتعملوه ده؟ موت. طيب هو جعان. بداتيها بدري يا بنتي يا هنا. عدوني انا لا يا ماما هاكله. عشان تاكلي. عن اذنك يا ماما انا هاكله. هتاكلي مين؟ بقول لك اقعدي كلي. لا هاكله. مش هتاكلي؟ خلاص ادخلي معاه جوه. فاهمه انا ايه ده؟ انت يا بنت خدي هنا. ايه ده؟ انت هتاكلي مين؟ اوعي يا هنا انت كلي يا اقعدي ماما. مكانك. اقعدي يا ماما كلي. بقول لك ايه، يا تاكلي معانا يا تدخلي معاه جوه. احنا اصلا بناكل عشان نلحق ناكل قبل ما ابنه يجي، عشان ابنه اسلام ما بيحبش ياكل غير وهو معاه. اما اسلام يجي يبقى ياكلوا سوا. يلا اقعدي كلي. اختك هي ناقصه. قالت اللي انا عايزه اقوله. تعالي ايوه يا يا ماما حبيبتي. بس هو تعبان يعني محتاج ياكل. تعبان؟ سلامته الف سلام. اقعدي كلي. اقعدي اقعدي يا كلي. رحمك. اقعدي. كلي يا حبيبتي، خلينا نطفح اللقمه بنظافه. هو ايه ده؟ مش فاهمه. كلي يا ماما يا حبيبتي. بصي ريحه الاكل تجنن. دوقي يا روح قلبي من الله. ايدي. ايه رايك؟ الله. يا لاوي. بالهنا والشفا يا عيوني. تاكل يا حاج علي. ما خلاص بقى يا ماما. تاخد حته فرخه. في ايه يا هنا؟ مش عارفه. شكله بيضحكني. مجرد ما بشوفه كده بحس ان انا عايزه اضحك. ايوه بس مش كده يعني. هو انت هتعيطي يا عين امك؟ بنتك دي ايه الحنية غريبه دي؟ جدا. انا مش فاهمه انت جايباها منين دي. على فكره انتوا ما عندكمش ريحه الدم. ايه ده؟ بقول لك ايه يا بنتي يا هنا؟ ايه يا ماما؟ يا حبيبتي هو هيقعد باصص لنا في اللقمه كده؟ ما تلف وشه كده ولا اي حاجه، خلي الواحد يبلع اللقمه. لا يا ماما ما تاخديش بالك منه. ما تركزيش. سيبيه هو كده مع نفسه وكلي انت مرتاحي. كلي يا حبيبتي. كل يا ماما يعني هو عامل لك ايه؟ ما هو قاعد مش قادر يتحرك. يا حبيبتي بطني هتوجعني من كتر ما عينه راشقه في الاكل. خلاص يبقى لا يبص أكلوه. لنا في اللقمه. ماله؟ اكليه. ااكله؟ هو انت يا حبيبتي ليه عامله كده كانك مربيه قطه في البيت؟ انا مش فاهمه. محساني ان هو ابوها ده ولا ايه؟ غريبه جدا البنت دي. كلي يا حنين. الاكل طعمه تحفه. بجد تسلم ايدك. يا رب دايما كده على السفره متجمعين. انا مش قادره افهم انتي مستحمله الكائن ده معاكي في البيت ازاي؟ مش عارفه والله يا ماما. لولا اسلام ان هو مش طايق ان هو يمشيه يقول لي يا ابويا يا ابويا يا ابويا كده كلها كام شهر ويموت يعني مش حاجه. الله يكون في عونك يا بنتي. كلي يا ماما كلي يا حبيبتي. ما انا باكل يا عيون ماما، هو انا ساكته؟ طب كلي. ارن على هنا بقى لا تكون محتاجه حاجه قبل ما اروح لها. محدش يعمل صوت خالص. ها الو. ايه اسلام يا حبيبي؟ ايه يا هنا يا حبيبتي؟ قاعدين اهو انا وماما وندى وانكل قاعدين بناكل. ما انت عارف بقى ان هو ما بيتكلمش وكده، وانا طبعا عشان هو بيبقى جعان يعني اكيد يعني وما بيقولش فباكله. ايه انا جاي في الطريق اهو، قلت اكلمك يعني لو محتاجه حاجه اجيبها لك. طب ثواني كده خليك معايا كده يا اسلام لحظه. هو انا هنحتاج حاجه؟ حد عايز حاجه؟ لا لا مش محتاجين حاجه. خليه يجيبها معاه. عايزه حاجه؟ لا لا خلاص مش عايزه حاجه يا روحي. مش محتاجه حاجه يعني؟ طيب يا حبيبتي انا جاي اهو. ماشي يلا باي. كملوا اكل.
ماما حرام اللي بيحصل ده، وبعدين شكله جعان. هتطفحنا اللقمه يا هنا. ايه يا حبيبتي؟ تقولي حرام. واخده بالك؟ صعبان عليكي؟ انت شايفه ايه؟ انت صعبان عليكي؟ ايوه صعبان عليا، اكيد جعان. عيوني ما اقدرش انزل لك. طيب قلبك طيب يا حبيبه قلب امك. خد كل. ايه يا هنا اللي انت بتعمليه ده؟ هتاكلي العظم يا خد هنا. كل. طب خد مد ايدك، مش هقول لك لا، ما تمد ايدك كل. شوفيه مش عايز ياكل. ما انت شايفه خد إن ده كل أكل يا بقول هنا؟ لك. ما هو من ريحه الفراخ يا حبيبتي. اقعدي يا بت. مش عايز ياكل. كلي وانت ساكته. الحرام ايه؟ بت يا هنا، نعم يا ماما. خدي بالك الا جوزك ما يجيش دلوقتي ويشوف اللي احنا بنعمله لحسن يزعل. كده انا قايله له يكلمني، بس احتياطي هقفل الباب واحط المفتاح في الباب ايوه كده علشان ما يدخلش، ولو جه يبقى يخبط وانا هعمل حساباتي كويس. ناصحه زي امك. كلي كلي يا عين امك، كلي يا اختي. كلي يا مقلب ماما. حنين. كلي يا حبيبتي. صح. هو احنا بنعمل حاجه حاسه ان غلط؟ احنا بنكهربه ولا بنولع سجاير عليه ولا حاجه، مش عارفه. انا نفسي تسدد خلاص، مش واكله. لا يا ماما بعد الشر يا حبيبتي، لا. امال انا طبخه الاكل ده كله لمين؟ ما انا ما اشوفش المنظر ده وفي نفس الوقت اشوف المنكوبه اللي قاعده قدامي دي. بقول لك ايه، يا تاكلي وانت ساكته ما تضايقيش ماما، لا اما خدي اكلك وادخلي كلي جوه. بصي ماما نفسها سدت ازاي. كلي يا حبيبتي بالهنا والشفا. كلي يا روحي. نرجع ناكل. ايه ده، هو المفتاح ما بيفتحش ليه؟ هو في ايه؟ هنا. ايوه. ايوه يا اسلام جاي. يا اسلام استني يا ماما. هتعملي ايه؟ هتصرف هنتقفش. هتصرف دلوقتي. هتصرف بسرعه. ناوي على ايه؟ بسرعه. حط دخل بقول لك. والله برافو عليكي. جايه يا حبيبي، جايه يا اسلام. اتعلمي. هو في ايه المفتاح مش راضي يفتح ليه؟ ثبت وشك. لا ده مش فاكره، كنت قفلته باين. اتفضل يا حبيبي تعالى. انت اتاخرت كده ليه النهارده؟ مفيش، بس الطريق انت عارفه. لا ولا تعالى يا حبيبي. الحمد لله على السلامه يا ابني. تعالى اقعد. ايه يا بابا عامل ايه؟ كنت لسه قاعده باكل. الله يخليكي. ايه ده؟ خلصت؟ معلش بقى يا اسلام، احنا لقينا ابوك جعان فقلنا ناكل معاه لقمه. كنا هنستناك يا ابني لولا ان هو كان جعان وعايز ياخد الدواء. يا ماما يعني ده بيت بيكم يا جماعه. ايوه اكله يا اسلام، انت جعان يا اكله. بابا؟ طيب استنى. اديله حته كبيره يا اسلام. طب بقول لك ايه، بص يا بابا، اقوم اغير طيب. لا يا اسلام وأغسل اقعد إيدي، مش اكله، ما هسيب. ينفعش. هغير طيب واجي، هغير على طول والله، مش هاخد. خلاص يا ندى هيغير ويجي يكمل اكل. هغير واجي لك تاني. يا خلاص اسلام. بيت بيكم. تعالى مش بسرعه هتأخر يلا يا على طول. اسلام عشان تاكل قبل ما الاكل يبرد. هو انت ايه مشكوكه من لسانك؟ على فكره أكله، دوت أكله. يبين ان في حاجه غلط. قاعده عماله تزن. طيب ماشي، ما هيروح يغير ويجي يكمل اكله، يعني مش فاهمه ايه. هاتي يا بنت الطبق من قدام. انا مش فاهمه. لا اسلام هيجي هيكون عايز يكمل اكل. بس صدقي يا بنت ناصحه، حته العضميه دي جت في الجو. شفتي اكني كنت باكله فعلا. يا بنت طالعه لامك يا بنت حلوه. يبقى عليك يبقى يا ماما. انا مش عارفه الميله دي طالعه لمين. انا مش فاهمه والله، تلاقيها طالعه تبع عيله ابويا. ما في الطيب نصيب. اعوذ بالله. على فقر. طب احنا ايه، هنطفح اللقمه برضه وهو قاعد قصادنا كده؟ هنعمل ايه بقى يا ماما؟ قلت لكم ناكل بسرعه. البت ديت فضلت قاعده عماله تتكلم وحرام ومش حرام لحد ما اخرتنا وادي جه واحنا لسه ما كملناش اكلنا، وهناكل قدامه وهو قاعد معانا. انا بتقرف اصلا منه، مش فاهمه ايه ده. بعد كده على فكره هبقى اقدم لك يا حبيبتي تشتغلي في وظيفه دار مسنين. كلي يا اختي كلي. كلي يا بقول لك ايه، إيه؟ ما تجيبي الطبق ده خلينا نخلصه بسرعه، واول ما جوزك يجي نقول ان احنا اكلناه عشان ياخدوا ويغوروا من قدام وشنا. ده صح. ايوه هقول هو له انت بتقولي هقول ده، له هو ما كانش هياكل امتى يعني؟ بس يا ماما هقول له ان في اكل جوه، يبقى ياخد من جوه ويدخل ياكل مع جوه ولا حاجه. احنا نقول له ان هو كل خلاص ويغوروا بقى. يا جماعه اهدى حرام، ما خلاص كانش ماشي. حاجه من الصبح. كلي يا ماما. يا بنت بس انت بس. طفحتني بس. اللقمه. كلي يا ماما، كلي بسرعه طب ماما قبل بعد ما يجي عشان اللقمة. نخلص الطبق. نطلع بقى نشوف ابويا ناكله.
خلاص الحمد لله انا شبعت. اسلام فين الاكل بتاع بابا؟ يا ده حبيبي. باباك كل وخلص اكلته وخلص كمان. ايوه بس ممكن تاكله تاني عادي، خد اديله المناب ده. بص يا اسلام، نعم. كل الرز ده يا حبيبي وكل وكل مناب. الفراخ وقال مش قادر تاني يعني مش عارف عمل لي أقول لك كده. إيه بصراحة. اه يا دخله غالي ينام. بس يا بنات، انت كده شبعت يا اخويا صح؟ اكلت يا بابا ولا تاكل تاني؟ ابوك اه بيعمل لك كده. خد دخله بقى عشان يريح عشان هو تعبان وكده. ما مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا اسلام بجد. خد اكله المناب بتاعي كمان. يا ندى. وخلاص عشان ما هو مش الأكل عايز ده تاني يعرف عشان ما يرتاح. يتقلش. عشان ما يتقلش. اسلام عم ابوك يا حبيبي قايم من الصبح بدري محتاج ينام. ماشي، خده بقى جوه دخله كده على السرير ويرتاح. دخله يريح شويه يا حبيبي. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، والله ربنا يخليكي ليا بجد، انك شايله ابويا في عينيك يعني. ما تقولش كده يا اسلام، ما- والله ده زي يعني مش عارف باباي. اقول لك بصراحه على تربيه بنتك بجد والله. تربيه دي تربيه ايدي، دي طالعه حنينه للغلا ابوها. ربنا يخليك يا رب. تعالى يلا. حبيبي اسلام يا ماما يا حبيبتي. خد بالك من نفسك يا حاج. خلي بالك عليه يا اسلام وهو وانت بتنيمه يا حبيبي. قول لي بس وانا اكلك كل يوم. عجبكم كده؟ اما انت بقى انا مش عارفه اعمل فيكي ايه. شايفه قاعده عماله تقول له تيجي المناب تاني اكلوا المناب بتاعي ما قرفتني. اسكتي يا بنت. انا مش فاهمه ايه اللي بتعملوا ده. اخرسي احنا عجبكم كده الراجل هينام من غير ما ياكل. يعني ايه هيموت يعني ما ينام من خلي غير ما عندكم ياكل. دم شويه. يا بنت البسك الطبق. ما تسكتي يا بنت بدل ما يسمعك ويجي يخرب على اختك ويطلقها. انت عايزه ايه؟ انا مش فاهمه ده اسلام لو عرف يطين عشت اسكتي. طب يا ماما انت عارفه ان هو لو عرف هيطين عيشتك ما تاكلي الراجل، حسي بيه شويه. حس بيه يحس بك ربنا. انت تقبلي انك بتقرف. تنامي جعانه؟ انا بتقرف منه. انت عايزه ايه انت؟ خلاص سيبوني انا هاكله. حنينه طالعه خايبه هنقوله بس. انا مش فاهمه البت دي مالها طالعه كده لمين؟ ايه ده؟ وباهدي شويه كده قدام اسلام شايفه بلاش. دموعها؟ شايفه دموعها؟ شايفه؟ يا عيني يا حبيبتي ده فعلا صعب عليها. على اسمك. البنت دي طلعت حساسه قوي. انا مش فاهمه ايه ده. بس خدي ايه يعني بالك عشان منها. ينام من غير ما ياكل؟ فين المشكله؟ اللي زي دي قلبها سابق لسانها، يعني ممكن توقع بينك وبين جوزك. خدي بالك. ربنا يستر. البت ديت ايه لازم عليها حراسه واعرف فين كل شويه عشان ممكن تروح اكله مش عارفه اسلم مش عارفه يقول لها في ايه احكي لي مش عارفه تقوم حكي له ولا تعمل اي حاجه توديني 60 داهيه. ده انا اتطلق واترمي في الشارع. اسكتي يا بنت، هقوم اجيبها من جوه لحسن يا اختي تقع بلسانها وتقول له أيوة، اكله أيوة. ومش اكله وتفضحنا. قومي ماشي. قومي بسرعه روحي شوفيها. ايه ده؟ رايحة فين يا حماتي؟ اسلام كنت يا حبيبي رايحه اغسل ايدي، اصلا أنا الحمد لله كلت وشبعت، وهجيب ندى بقى ونروح بقى ورانا مصالح وكده. ماما كانت عايزه امشي يا تروح. ماما، ده لما بصدق ان انتوا تبقوا موجودين والله وقاعدين في قلت وسطنا. لها تبيت لها يومين 3 معانا مش يا راضيه. ريت والله بجد، انا بحب لمتكم حواليا بصراحه وقعدتكم معايا بجد. شايفه يا ماما اسلام كويس ازاي وبيحبكم وعايزكم تقعدوا معانا. خليكي قاعده شويه طيب. اسلام محترم وابن حلال، ربنا يحميك ويحفظك يخليك يا يا جوز رب. بنتي يا الله غالي. يخليك. انا بقى هسيبكوا يا حبيبي عشان انت برضو تقعد مع ابوك شويه، ده له حق عليك يا ابني. ابوك ده نعمه كبيره، يا حافظ ماما والله عليه. بقول له كتير اول ما يجي يقوم اكله يقوم طالع ينام، لا يقعد معايا ولا يقعد معايا ولا يقعد مع حد. لا يا ابني والله لا، تعب الشغل والله، بس غصب عني، بس حاضر يعني. بس هو له حق عليك برضو يا اسلام، خد بالك منه. ماشي يا حبيبي؟ خدي بالك من جوزك ومن حماكي اوعي تقصري. عيوني يا ماما. هجيب اختك ونمشي. حاضر. يلا فوتكوا بعافيه. روحي انت كمل اكلك. تعالي احنا هنمشي، فاهمه؟ مش قاعدين عشان خاطر الموكوسه ام لسان ساحب دي تقف تغلط بكلمه. طب احنا هنمشي دلوقتي؟ طب انا كنت عاوزه اقعد شويه. لا يا اختي هتقعدي شويه ليه؟ لو عايزه تقعدي انا ما عنديش مشكله تقعدوا وتباتوا معايا مفيش مشكله، بس بقك دوت يتقفل، لا ليكي علاقه بحمايه ولا تتكلمي معاه ولا تعبريه ولا ليكي اي دعوه بيه. ساعتها تمام ما عنديش مشكله انك تقعدي وتشرفي فوق تبيتوا معايا كام يوم عادي، لكن هتفضلي بقى بالحركات بتاعتك وانك تفضلي تلتي وتعجني، لا روحي احسن. هو انا ناقصه مصايب بدل ما اروح معاكم؟ لا يا حبيبتي روحي معانا فين؟ احنا ما صدقنا يا حبيبتي، البيت مفتوح. يا هنا يا عليكي قاعده. حبيبتي، يا هنا يا حبيبتي، فاهمين؟ ما ينفعش اللي انت بتعمليه مع حماك كده. والنبي ما حد هيجيبها لي على قلبي غيرك انت. قدامي اخر الصبر، قدامي قدامي بنت. سلام يا اسلام. سلام يا ماما. سلام. باي باي يا ماما. رعاية خلي الله. بالكم على نفسكم ما توصلوا بقولوا لي. خدي بالك من نفسك واهتم بجوزك. حاضر يا حبيبتي. باي باي يا روحي. باي. خلي بالكم من نفسكم. باي باي.
يعني ينفع كده يمشوا ويسيبوه يعني؟ هنعمل ايه بقى؟ ما هم عايزين يروحوا، انت عارف ماما ما تحبش تتقل على حد. انا كنت عايزاك في الموضوع كده يا اسلام. خير يا قلبي، اتفضل. هو انت بتبقى متضايق يعني او حاجه لو ماما واختي جم مثلا كلوا هنا او حاجه؟ لا طبعا يا قلبي، يا لو سلام. متضايق قول لي لا لا عادي. والله بالعكس، يعني بجد انت عارفه والله. ان انا عشان بحبك واهلك طبعا دول يعني اكتر، يعني اقول لك ايه، اهلي بجد. وانا بحب لمتهم هنا موجودين. ربنا يخليك كفايه ان ليا انت يا حبيبي. وجودك جنبي وانك شايله والدي في عينيكي. والله بجد العظيم ده في والله. عينيا طبعا يعني. وانت اللي زي انت عايزاه. بابايا. انا عينيا ليكي طبعا. ربنا ما يحرمنيش منك يا بجد حبيبي. ولا بجد. تحرم منك ابدا. بجد يعني احسن قرار خدته في حياتي ان انا ابقى معاك بجد، يعني مش عارفه من غيرك كنت ممكن اعمل ايه. وانت عارفه ان انا يعني بحبك قد ايه وربنا اللي يعلم، يعني انت جوايا. يعني مش عارف اوصف لك اكتر من كده. انا عارفه انا عارفه. يلا يا حبيبي عشان يلا تاكل. يلا. يلا يا روحي كل. استاذ اشرف، خير يا ندى، في حاجة؟ كنت عاوزه حضرتك في موضوع. موضوع ايه؟ والدتك جرى لها حاجة؟ لا مش لو عايزة أي فلوس قول، عايزة فلوس؟ لا 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 والله مش خد. كده خالص. لا لا لا، كنت عايزه حضرتك في موضوع. ايه؟ هو لو حد شاف حاجه غلط وسكت عليها ده حرام؟ أيوة طبعا حرام، بس غلط زي ايه مثلا؟ يعني مش فاهم. يعني لو حد مظلوم وانت عارف ان هو مظلوم. والله لو في ايدك إن أنت ترجع له الحق، لا تبقى حرام إن أنت ما تعمليش كده. إيه يا ندى، في حاجة ولا ايه؟ ودي حاجة عايزة كلام؟ أي حد عارفة إن هو مظلوم وأنت عارفة فعلا وفي إيديك إنك تثبتي براءته، لا لازم تعمليها فعلا. لازم تثبتي براءته. انت كلامك صح. الساكت عن الحق شيطان أخرس. شكرا يا استاذ اشرف، شكرا. هو ايه ده؟ هي البنت دي عملت حاجة غلط ولا ايه؟ ولا شافت حاجة غلط ولا؟ انا كنت رايح فين؟ كنت ماشي. توهتنا الله يتوه. ايوه استاذ اشرف بيتكلم صح. انا لازم اروح اتكلم مع اسلام وافهمه كل حاجه. ما هو حرام الصراحه، بابا ولا بياكل ولا بيشرب. يعني ايه اللي هما بيعملوا ده؟ واختي الصراحه مستغليه الموضوع. يعني راجل غلبان ما عملهاش حاجه. انا مش عارفه ماما ازاي ساكته على الموضوع ده، وازاي هي اللي بتقويها بدل ما تنصحها. مش هو ده اللي احنا اتعلمناه ولا اللي اتربينا عليه. لا، ايا كان حتى لو على حساب اختي ما ينفعش. ما ينفعش اسكت على الظلم ده. ايه ده يا حبيبتي؟ وايه الاكل ده كله كده فايض كده ليه؟ مش عارفه والله احط اودي الاكل ده فين. هقول لك على حاجه. ايه؟ لميه واديه لمامتك. ايه ده بجد والله؟ اه والله. تصدق فكره. اصل حرام يعني، هيروح فين يعني؟ طب حلو، هروح اجيب حاجه الم فيها واودي. طيب يلا مش. مش هتاخر عليك يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي. ماشي. بس عايز تقعدي مع ماما برضه اقعدي براحتك يعني. لا يا حبيبي ان شاء الله مش هتاخر عليك، هروح على طول واجي. يلا باي ماشي يا باي. بابا، خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبي. يلا باي. كويس. هنا مشيت كويس. يا رب هنا ما تلحقش تيجي. ايوه ايوه. ايه ده ندى؟ ازيك يا اسلام، عامل ايه؟ الحمد لله. ده لسه هنا لسه رايحه لكم حالا. ايوه بس انا كنت عايزاك انت في كلمتين. عايزاني انا؟ اه. خير في حاجه؟ نخش طب بس تعالي، واقول. طب تعالي خش طيب. مالك بس؟ تعالي تعالي اقعدي. مالك يا ندى؟ فيه؟ بصراحه كده كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه مهمه. خير؟ بس توعدني الاول ان انت ما تتضايقش او تزعل يعني. لا اكيد طبعا، انت عارفه ما بزعلش منك، انت اختي الصغيره يعني. طيب الموضوع بخصوص هنا. مالها هنا؟ أم، بخصوص ابوك. هي هنا اشتكت لك ان ابويا تعبها وكده؟ انا عارف والله العظيم يا ندى. ده انا حتى بفكر ان اخد اجازه واقعد معاه واريح هنا. انا عارف ان هي تعبانه قوي معاه. هو الموضوع مش كده الصراحه، بس يعني انا هقول لك على كل حاجه بس ما تتضايقش وما تاخدش الموضوع يعني بعشوائيه شويه. قولي يا ندى، في إيه؟ مالك؟ في ايه مالك؟ انت متوتره كده ليه؟ في ايه؟ بصراحه كده باباك ما كلش. ايه؟ ما الاكل كان قدامه الطبق فاضي وما هنا اكلته. انت ايه اللي بتقوليه ده؟ زي ما بقول لك كده فعلا والله باباك ما كل، وهم اللي كلوا الاكل وقالوا لك ان هو كل. ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده. انت متاكده يا ندى من اللي بتقوليه؟ انت فاهمه اللي انت بتقوليه ده ايه معناته ايه؟ والله زي ما بقول لك انا مش هكدب عليك، واكيد يعني مش هضر اختي. يعني هي كانت بتمثل عليا الدور؟
يعني هي بتضحك عليا الوقت ده كله وان فاهماني ان هي شايله ابويا في عينيها وهي اصلا بتعامل ابويا وحش؟ انت متاكده يا ندى؟ عشان انت عارفه الموضوع ده كبير مش صغير. ايوه بس انت ممكن تتكلم معاها وتتفاهم معاها، بس هو فعلا ما بتاكلوش، وباباك قاعد نايم جوه دلوقتي جعان. جعان كمان؟ ما هو انا عشان كده كان عمال يشاور لي وعمال يعمل لي كده، انا مش فاهم فيه ايه. انا وانا فاكر اصريت ان انت تاكله، بس انت ما رضيتش تاكله، حتى ان انا قلت لك خد منابي واديهوله. ماشي يا هنا، خلاص يا ندى روح انت دلوقتي وانا هتصرف. طيب بالله عليك، يعني بالله عليك ما تقول لها ان انا جيت واتكلمت ولا قلت لك اي حاجه. ما تقلقيش اي حاجه، انا هتصرف وانا هشوف الموضوع ده وانا هراقب وهخش اتكلم مع ابويا واشوف هتصرف انا. روح انت دلوقتي. حاول انت بس بالراحه على هنا، وانت عارف ان هنا يعني كويسه وطيبه. خلاص يا ندى ما تقلقيش يا ندى، يلا روح انت وما تقلقيش من حاجه، يلا. وشكرا يا ندى، شكرا. ماشي يا هنا، لو طلع كلام اختك صح هتشوفي ايام سودة. ماشي. ايه يا بابا؟ كلت؟ انا مش، طب يعني انت كلت ولا انا مش فاهم حاجه. طب بص، انا هجيب لك اكل، لو انت كلت يبقى انت كنت جعان، ولو ما كلتش يبقى انت شبعان. ماشي؟ ما هو انا لازم اتاكد ان هنا دي يا اكلته يا ما اكلتوش، ما انا مش فاهم. طب اروح اجيب لك. ماشي يا هنا، عارفه يا هنا لو طلع كلام اختك ده صح، عارفه انا هعمل فيك انت وامك بعد اللي انا عملته عشانكم؟ ده انا شايل امك في عينيا الاتنين وشايلكوا كلكم، تعملوا في ابويا انا كده؟ ماشي، انا لازم اتاكد من الموضوع ده. ماشي يا هنا، خد يا بابا انا جبت لك اكل اهو. يا رب. لا ده انت شكلك جعان قوي فعلا. دي ما اكلتكش فعلا، ده طلع كلامنا ده صح. كل حقك عليا، حقك عليا يابا، حقك عليا، انا اسف اللي ما خدتش بالي منك من الاول، حقك عليا. وربنا ما هسيبها يا بابا، لعلمها الادب، متزعلش. كل ايه ده؟ ايه يا ماما؟ بنت، انت ايه اللي جابك؟ جوزك عارف حاجه؟ جايبه ايه؟ لا يا ماما. هدومك معاكي؟ ايه يا ماما؟ اهدي يا حبيبتي، ما عرفش حاجه. ما عرفش حاجه، ده انا بس جايبه لكم ايه، شويه اكل. ايه اسلام قال لي اجيبهم لكم. اللي فاضي يعني؟ اه. والنبي جوزك ده ايده فرطه كده وكريم وزي العسل. امال انا كنت مختاره ايه؟ ده انا كنت منقيه على الفرازه. انا اصلا ما لحقتش اكل، كنت متضايقه قوي ان انا سبت المناب بتاعي ما زي ما انا هو. قمت جبتهولك بقى، عيب عليكي، جبتلك وجبتهولك زياده كمان، عيب عليكي، انا منقياه ايه. يخليكي الفرازة. ليا يا رب. وهو برضه يا اختي واخد حاجه قليله، ده واخدنا. يا بنت ما تتنمرضيش قوي كده. بعدين بقول لك ايه؟ اختك اوعي تعاملي حماكي قدامها بطريقه وحشه. البت ده انا مش مرتاحه لها من ساعه ما عيطت ياخته قدامنا عن طريقه الراجل، وانا حاسه كده بحاجه ممكن تحصل من وراها. انا حاسه كده برضه، لو جيتي لي بعد كده ما تبقيش تجيبيها معاكي، وانا هبقى اديكي اكلها وانت ماشيه. احسن، لحسن ديت يا اختي من قلبها الرهيف دي هتبهدل لنا يا الدنيا لهوي. وتبوظ لنا كل يا اللي بنعمله. بوظت الدنيا، ده انا وانتي وهي، ده احنا نقعد في الشارع. اسلام مش هيسمع، ده اسلام هو اللي بيدفع ايجار الشقه هنا. وغير كده كمان هيشحورنا ويفرج علينا خلق الله ويقول لك انا باكلكم ومش باكلكم، انتوا بتعملوا كده في ابويا، خلينا مستورين. ايوه يا ماما، فاهمه؟ صح كده. وبعدين يبقى يخف شويه عليه، مش مشكله. ايه، حته جبنه، اي حاجه، طبق سلطه اديها له بدل ما يقع منك ولا حاجه، يبقى انت شلت ذنبه. لا ولا ممكن لو وقع مني ولا حاجه ودوه الدكتور يقول ان هو ما بياكلش ولا حاجه، يا لهوي دي تبقى مصيبه. يا اختي انت بتوطي هنا صوتك ليه؟ هو احنا عند اسلام؟ مش عارفه عادي بس انا اتكلمي خفت براحتك. تبقى مصيبه لو حد عرف. بس لا انا هبقى اكله، بس هبقى اكله ايه، طبعا مش هياكل زفر زينا، بياكل اي حاجه في التلاجة، جبنه قديمه ولا اي حاجه كده. ايا كان، المهم حاجه تنزل معدته بدل ما تنشف ويروح مننا، لحسن هنتسال عليه. حاضر. قولي لي بقى، مش عارفه يا ماما في حنيه قلبك ديت هوديها فين؟ امال انا طالعه مني يا اختي.
قولي لي الاكل بقى حلو؟ بصي بقى جايبه لك ايه. لا وريحته ايه؟ تجنن يا بنت تجنن. يا روحي انا بديك الساعه لما اقف واطبخ لك احلى اكل يا ست الكل تاكليه. يا حبيبي انا والشفا على قلبك. تسلمي لي يا عيون. انا مش عارفه الخايبه اختك اتاخرت ليه، معرفش. هي راحت فين؟ انا ما قابلتهاش في الشارع حتى يعني. ايه يا حبيبتي؟ ايه اسلام راح الشغل؟ لا ده اسلام في البيت، انا بقى اروح عشان سايبه لوحده في البيت. طيب ماشي، ما تغلبيش عليه، واللي حاضر. هو عاوزه نفذه له. عيوني حبيبتي. تتأمري يا ست الكل. يلا يلا روحي باي يلا. باي. يا حبيبي روحي ما تروحيش من الدنيا ابدا. حاضر يا حبيبي. والنبي انت اللي طلعت بيكي من الدنيا، مش المايله التانيه اللي ماسكالي هي صح وما يصحش وحرام يا ماما وغلط. يا اختي النعجه بتعلم امها الرعيه. ايه ده يا حبيبتي جيتي بدري كده ليه؟ ما قعدتيش مع ماما ليه؟ انا قلت بقى عشان ما اتاخرش عليك يا حبيبي، وان شاء الله مره تانية يعني ابقى اعمل لها هنا عزومه او حاجه زي ما انت كنت بتقول. طبعا يا قلبي. طب بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبي؟ هو انت اكلتي بابا النهارده؟ ايوه طبعا اكلته وانا قلت لك يا حبيبي. متاكده يعني ان هو كل؟ ايوه ما احنا اكلناه واحنا قاعدين بناكل كلنا. ايه يا اسلام مش قلت لك ساعتها؟ والله ايوه ما اصل هو. انا يعني قلت كده بكلمه جوه وقعدت اتكلم معاه، جبت له اكل لقيته عمال ياكل 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 ياكل. لا هو تلاقيه بس ما كانش شبع قوي، ممكن عشان كده كان. انت كدابه اصلا، انت ما اكلتهوش. ما اكلتوش ازاي؟ ايوه انت ما اكلتهوش، انت كدابه. عشان هو لو كان كل ما كانش كل بالطريقه دي جوه، كان جعان جدا. انت واحده اصلا كدابه. اسلام. انت وامك، عشان امك قالت اسلام لي انت ازاي كمان. تقول على ماما كده؟ أيوة. هو بس تلاقيه ما كانش كل كويس والله. فعشان كده كان بياكل تاني. انت بتقولي كداب عشان هو كل؟ ايوه هو ما كلش، عشان امك قالت لي احنا اكلناه والطبق بتاعه فاضي اهو، وانا دخلت لقيته عمال ياكل ياكل وهو جعان قوي. انت واحده كدابه انت وامك، واللي زيك ما ينفعش يتعامل معاه كويس. نام ولا حاجه علشان كده جاع. انا والله اعمل ايه؟ نام انا إيه؟ اكلته. ما انت شفت قدامك الطبق كان فاضي، وانا هكدب عليك ليه يعني يا اسلام؟ ده انت لسه ماشيه ما كملتيش 5 دقايق، الحق ينام في 5 دقايق انت ازاي اتحولت بالشكل ده يا اسلام؟ والله عشان انت واحده مفتريه، بدل ما تحافظي على ابويا التعبان وتشيليه في عينيك الاتنين وتاخدي بالك منه، تعمليه المعامله دي اقول لك ايه؟ ما اقول لك صح، ما العيب مش عليكي، العيب على الست الحاجه اللي معلمها لك. يعني بعمله ازاي يعني؟ انك تقعديه من غير ما ياكل كده ويفضل قاعد جعان ومش قادر ينطق. حسب الله ونعم الوكيل فيكي. منك لله، انت اللي زيك ما ينفعش يقعد في البيت ده دقيقه واحده. اطلعي بره. اسلام انا ما عملتش حاجه. اطلعي بره. اسلام انا ما عملتش حاجه لكل اطلعي ده. بره. يلا انت طالق. طالق. يلا اخلصي. انت بتطلقني؟ اه ده كل اللي عملته عشانك؟ وشايله ابوك بقالي من ساعه ما اتجوزنا، بقالي 5 سنين شايله ابوك. شايله ابويا. وهو انا لما كنتش باكله كان زمانه عايش ال5 سنين دول ازاي؟ بصي انت لو كنت شايله ابويا ما كانش ينام من غير ما ياكل كده. بس هقول لك تاني برضه، انت واحده ما عندكيش دم، اطلعي بره، مش عايز اشوفك في البيت ده تاني. يلا يلا امشي، كاتك القرف. امشي بقى، مش عايز اشوف وشك. امشي. اسلام انا معترفه والله العظيم انا غلطت، بس بالله عليك ما تطلقنيش. انا بحبك، انت عارف ان انا ماليش حد غيرك. اسلام انت عارف ان انا يعني احنا متجوزين بقالنا 5 سنين، بالسهوله ديت هتنساني؟ حقك عليا والله العظيم هعمله كويس وهاكله والله العظيم، مش هعمل له اي حاجه وحشه تانية، بس بالله عليك ما تسيبنيش. هنا اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك تاني. بره. اسلام هو انت ما بقتش تحبني؟ انت لسه الصبح كنت بتقولي انك بتحبني، لحقت بالسرعه دي تنساني عشان خاطري يا اسلام؟ انا بحبك. انا كنت بعاملك احسن معامله، انت وامك واهلك كلهم. بتعاملي انا ابويا وحش ليه؟ ليه كل ده؟ بدل ما تشيل ابويا في عينيا في عينيكي. اطلعي بره انا بعد اذنك، وانا ليا كلام تاني مع امك. والله العظيم انا ليا كلام مع امك تانية عشان خاطري، ما تسيبنيش. ما تسيبنيش عشان خاطري يا اسلام. يا اسلام اسلام ما تسيبنيش يا اسلام عشان خاطري. انت تضربني من بيتي يا اسلام. يلا بره. يا اسلام والله العظيم اسلام ما بره خلاص. تعمل ايه يا اسلام؟ انت بتضربني من بيتي. هنا اسلام مش عايز اشوف وشك تاني. يلا يا لهوي. انا هعمل ايه دلوقتي ولا اروح فين؟ اروح فين يا رب؟ انا غلطت والله العظيم ما عارفه، بس مش كده. اسلام طردني من البيت عشان بابا. انا غلطت والله غلطت وعارفه، مش هعمل له كده تاني.
بنتي بنشر شويه غسيل، في ايه؟ مالك؟ الحقيقة يا ماما، ايه اللي حصل؟ تعالي بس اقعدي مش كده. قادرة اقف يا ماما على رجلي. في ايه؟ تعالي. الحقيقة يا ماما. ايه اللي حصل؟ اقعدي. مالك؟ في ايه؟ انت مروحه كويسه؟ في يا جماعة؟ الحقيقة يا ماما، اسلام كويس؟ انا اتطلقت. في ايه؟ بطلي ندب وقولي لي هنا ايه؟ معرفش انا معرفش. انا لقيته عارف كل حاجة وعمال يعمل لي ماشي، فضل يزعقلي وطردني من بيتي. طب عرفت منين طيب؟ معرفش يا ماما، معرفش، طردني من بيتي. طردني وعمل لي ماشي اوي يا ماما، مش عارفة ليه يا ماما، معرفتوش حاجة. مش عارفة. هو انت ساكتة ليه؟ معرفش فضل يقول لي انا جيت اكل بابا، لقيته فضل ياكل انت ما اكلتهوش، وفضل يزعق فيا ويشتمني ويشتمك ويشتمنا كلنا. طب ما قلتلوش ليه ان هو عايز يعني جعان؟ قلت له كده ما صدقنيش، قال لي انت كدابه، وقام طلقني وطردني بره الشقه وقال لي اطلعي بره. بس انا ما قلتلوش ان هو يعمل كده، يعني ده ما ما قلتلوش؟ قلتلوش ايه؟ هو انت اللي قلتي له؟ مش قصدي كده، بس انا كان قصدي انت ان اللي خربتي بيت اختك؟ انت اللي عملتي كده؟ احنا قلنا لك اسكتي وما تتكلميش. قلت له ايه عليا؟ خليه يعمل لي بالطريقه دي ويطردني من بيتي. اهدي يا هنا، اهدي يا بنتي، اهدي. انا بيتي اتغرب يا ماما، بيتي اتغرب. طب خلاص هي دي كنت شايفه ان ده كان بيت مش قادره تحافظي على الراجل اللي فيه. كان ساكت والبيت ماشي. كان بوظتيلي حياتي يا شيخه. هي كانت بايظه اصلا من الاول، انت اللي ما عرفتيش تحافظي على حياتك. لا ما كانتش بايظه، انت مالك بتتدخلي ليه؟ هو كان شتانك. اسكتي. خربتي بيتي، خليتيني اتطلق، دي جيت عندكم. طب اهدي. ده اللي تستاهليه. طب انت شوفي هتقعدي فين؟ هندفع ايجار الشقه دي منين؟ اسلام هو اللي كان بيدفعها اصلا. طب كويس ان انت عارفه ان هو كان بيدفع ايجار الشقه، كنت خليتي بالك من ابوه، تمام؟ كنت اكلتيه وشربتيه خليتي بالك منه، مش انتوا الاثنين ابعدي تسووا البنت عليه. دي عني عشان انا مش طياره. امشي من هنا دلوقتي، امشي من هنا. ابعدي البنت دي عني. طب اسكتي، اسكتي. تعرفي رغم ان البيت اتخرب واتهد، لكن اختك عندها حق. انا عارفه ان انا قلت له انا اسفه والله العظيم هعمل كده تاني، سيبني معاك. فضلت افكر بالماضي، قلت ممكن قلبه يحن عليا، بس ما حنش. شفت سعد. اسوأ منه رهيبه يا ماما. يا بنتي انا بحبه بجد يا ماما، والله بحبه. ساعات الاسف في وقت يكون فات يا بنتي ما بيبقاش له اي لازمه. وبعدين ده ابوه مش اي حد تاني، والغلط مش غلطك ولا غلط اختك، الغلط غلطي انا اللي المفروض كنت اراجعك عن الغلط اللي بتعمليه وعن العيب واعلمك الصح، لكن انا كنت بشجعك. انا السبب في طلاقك مش اختك. ماما بالله عليكي يا ماما، قولي له اي حاجه، خليه يرجعني. اقول له ايه؟ خليه يرجعني. هو انا هعرف اوري له وش تاني؟ عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري يا ماما، انا بحبه بجد، انا مش هقدر اعيش من غيره. انت عارفه؟ بس بطلي واحد. عارفه كل اللي نقدر نعمله ايه دلوقتي يا حلوه؟ ان احنا نلم هدومنا ونمشي، ان احنا ناخد بعضنا، لانه مش هيسكت، هيقلب الدنيا علينا، وانت عارفه ان هو بيدفع ثمن الايجار هنا. لا اسلام بيحبني، والله العظيم كان بيحبني، انا مش عارفه اسأله عليا ازاي كده، والله العظيم كان بيحبني. انا ما بحبش في حياتي قده. قصاد اللي عملناه في ابوه انت ما بتحبيش الا نفسك، ما بتحبيش الا نفسك وبس، لانك لو كنت بتحبيه كنت حبيتي كل اللي من ريحته، لكن انت عملتي عشان نفسك بس. بلاش تكذبي على نفسك وما تغلطيش نفس غلطتي. قومي خلينا نلم هدومنا، قومي لانه مش هيسكت ومش هيسيبنا قاعدين هنا. قومي قدام. عم اشرف، اسلام؟ ازيك يا عم اشرف؟ عامل ازيك ايه؟ يا اسلام؟ كويس عامل ان انا ايه؟ لحقتك. خير يا اسلام، في حاجه ولا ايه؟ الفيلا اللي جنبك اللي انا واخدها دي. اللي تمام. حماتك قاعده فيها؟ ايوه تمام. مالها؟ بص انا هديك جار سنه، تمام،
عشان انا مسافر. ايجار سنه؟ امم طب يا اسلام، طب وانت تديني ليه ايجار سنه؟ هقول لك على حاجه، انت سيب الفلوس مع المدام او لا 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 او مع بص، حماتك. لا لا لا، هو خلاص كل واحد راح لحاله وكل شيء اسمه نصيب. ايه كل واحد راح لحاله؟ اه تمام. ليه خير؟ ايه اللي حصل؟ من غير اي تفاصيل، فاهم؟ هو خلاص كل شيء اسمه نصيب وحليم ستار. بص يا عم اشرف، هبعت لك الفلوس ان شاء الله. تمام. وايه، وهم كده كده مش موجودين يعني، ماشي؟ يعني انت يا اسلام بعد ما كل واحد راح لحاله وطلقتها هتدفع لهم برضو الايجار؟ معلش، اهو كله عند ربنا. خلاص ماشي. ماشي يا عم اشرف، معلش يا عم اشرف يعني ازعجتك. لا ولا معلش. يهمك. تسلم لي يا عم اشرف. طب اتفضل. طيب ربنا يخليك يا عم اشرف، شكرا. يا ترى ايه اللي حصل؟ ولا انت هتشغل بالك ليه يا اشرف؟ ده علم تر.